والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، متتبعي ومتتبعات قناة علوم الحياة والأرض SVT. يتجدد بكم اللقاء في هذا الفيديو الذي سنتطرق فيه إلى تصحيح تمرين من ضمن تمارين الوراثة البشرية. إذن بالنسبة عندنا الأسئلة، أسئلة التمرين هي 6 أسئلة، وعندنا شجرة النسب ونتائج الهجرة الكهربائية بالنسبة للفردين 2، الجيل الثاني 2، والفرد الأول من الجيل الثاني. إذا غنبداو بشجرة النسب. إذا عندي هذا الفرد من الجيل الأول سليم وهو ذكر، والأنثى الثانية من الجيل الأول هي الأخرى سليمة. بالنسبة للجيل الثاني عندي الفرد 1 ذكر مصاب، الأنثى 2 سليمة. وبالنسبة للجيل الثالث لدي فردين مصابين 1 و3، بينما 2 و4 و5 و6 سليمون. بالنسبة للجيل الرابع لدي الفرد 1 سليم وهو أنثى، بينما الفرد الثاني والثالث مصابون وباقي الجيل سليمون. إذن أولا اش خاصنا نشوف قبل ما نبدا نجاوب على التمرين، هو أن الفرد 2 الثاني من الجيل الثاني سليم، بينما الفرد الأول من الجيل الأول مصاب. إذا في النتائج ديال الهجرة الكهربائية عطى لي فرد مصاب وفرد سليم. إذا هذا بالنسبة للفرد السليم، وهذه نتيجة الهجرة الكهربائية بالنسبة للفرد المصاب. والجدير بالذكر بأن الهجرة الكهربائية نقوم بها بعد استخدام أنظمات القطع التي تقطع على مستوى المورثة المراد دراستها. إذا مثلا هنا كيكون سالب، وهنا مثلا كيكون موجب، وهنا كيكون سالب، وبالتالي قطع الأدان تهاجر من القطب الموجب نحو السالب حسب كتلتها، حسب الكتلة وحسب مدى وجود ثقوب على مستوى الجيل الذي نستعمله في الهجرة الكهربائية، الجيل أو كنستعملوه عموما الأغاروس. إذا تهاجر قطع الأدان من القطب الموجب إلى القطب السالب والعكس حسب التجربة، ثم تنفصل هذه القطع. إذا هذه القطع حصلت عليها بعد القطع باستعمال أنظمات القطع. إذا نبدأ قراءة نتائج التمرين. أسئلة التمرين. إذا انطلاقا من تحليل شجرة النسب ونتائج الهجرة، بين هل الحليل المسؤول عن المرض سائد أو متنحي إذا عندنا قاعدة في الدرس: أبوان سليمان وخلف مصاب، المرض متنحي. إذا ولكن السؤال ما قالش لي شجرة النسب لوحدها، بل المطلوب من التمرين هو تحليل شجرة النسب ونتائج الهجرة الكهربائية. يعني يجب أن آخذ بعين الاعتبار ما تعطيه شجرة النسب وما ستعطيه الهجرة الكهربائية. إذا إذا خديت شجرة النسب لوحدها يمكن أن أقول بأن المرض متنحي، ولكن لا يكفي أن أخذ بشجرة النسب لوحدها، بل يجب أن أتطرق كذلك لنتائج الهجرة الكهربائية. إذا بالنسبة للفرد 2 هو فرد سليم، بينما 2 1 مصاب. إذا القطع ديال المورثة بعد القطع باستعمال أنظمات القطع، القطعة اللي عندي بالنسبة للشخص السليم هي قطعة واحدة ذات سمك أكبر من الشخص المصاب. بالنسبة للشخص السليم لدي قطعة ذات سمك كبير نوعا ما، وطولها أو وزنها هو فيها 20 كيلو باز، يعني 20,000 قاعدة أزوتية. لكن بالنسبة للشخص المصاب لدي قطعة ب20 كيلو باز وقطعة ب40 كيلو باز. القطعة ديال 20 كيلو باز سمكها
أقل بالنسبة إلى إذا ما قارنتها بالشخص السليم. وعندي قطعة أخرى بالنسبة لذات وزن 40 كيلو باص. إذن المعلومة التي يمكن استخراجها من نتائج الهجرة الكهربائية، بما أن هذا عنده قطعة واحدة، إذن سيكون متشابه الاقتران. إذن هذه أنثى، إذن هي متشابهة الاقتران، بينما الفرد المصاب كيبان لي بأنه مختلف الاقتران. لتوضيح باش نوضحوا هذه مزيان، نفترض أن عندي قطعة ديال 40 كيلو باص. إذن هذه القطعة هي 40 كيلو باص. إذن عندي هذا المورثة فيها 40 كيلو باص، نفس الشيء. نفترض بأن هذا هو الحليل المسؤول عن المرض، إذن ولا غنديرو غير حليل واحد، وهذا الحليل 2. إذن طبيعي بأن هذا حليل والحليل الثاني هو حليل آخر، إذن سيكون هناك اختلاف على مستوى القواعد الأزوتية أو النيكليوتيدات المكونة للحليلين. نفترض أن أنزيم القطع المستعمل يقطع على مستوى منتصف هذه المورثة في حالة الحليل 1. إذن غنديرو الحالات الممكنة. إذا كان الشخص متشابه الاقتران للحليل 1، إذن إذا كان متشابه الاقتران بالنسبة للحليل 1 سأحصل، إذن عندي غيكون عنده الحليل 1 مضروبة في 2، عنده جوج ديال الحليلات 1، إذن سأحصل على في الأول غيقطع، إذن غتكون عندي هنا 20 كيلو باز وهنا 20 كيلو باز، وسيقطع مرة أخرى 20 كيلو باز 20 كيلو باز، إذا غيكون عندي البروفيل إلكترونيغاتيف أو نتائج الهجرة الكهربائية غتكون في 20 كيلو باز، وسيكون سمك القطعة كبير جدا، إذا غيكون 20 كيلو باز. إذا كان متشابه الاقتران بالنسبة للحليل 2، إذا إذا كان متشابه الاقتران بالنسبة للحليل 2 طبيعي بأنه أنزيم القطع لا يقطع على مستوى الحليل 2، وبالتالي ستكون هذه القطعة 40 كيلو باز. إذا غنحصل على 40 كيلو باز. لكن إذا كان مختلف الاقتران، إذا الحالة الثالثة اللي هي مختلف الاقتران، إذا مختلف الاقتران عنده هذا وعنده هذا غيعطي لي 40 كيلو باز، بينما الآخر سيعطي قطعتين ل 20 كيلو باز. إذا في نتائج الهجرة الكهربائية غتكون عنده 20 كيلو باز و 40 كيلو باز. إذا لهذا قلت بأن هذا الفرد متشابه الاقتران لأن لديه قطعة واحدة، بينما الفرد الثاني مختلف الاقتران. إذا ثم عاد غنرجع للتمرين ديالي. إذا المعلومة الأساسية المستخرجة انطلاقا من نتائج الهجرة الكهربائية بأن الفرد 2 1 مختلف الاقتران و 2 متشابه الاقتران. ثم غنرجع إلى الشجرة، عندي 2 1 قلت بأنه
مختلف الاقتران. إذا غنكتبها هذا مختلف الاقتران، وقلت بأن هذا الفرد متشابه الاقتران، هذه الأنثى متشابهة الاقتران. إذا بما أن هذا مختلف الاقتران ومصاب، فإن الحليل المسؤول عن المرض سائد. إذا لأن لديه حليلين والحليل المسؤول عن المرض هو السائد. إذا الجواب، الصيغة ديال الجواب ستكون على ما يلي: انطلاقا من نتائج الهجرة الكهربائية نستخلص أن الفرد 2 متشابه الاقتران ومصاب، وبالتالي فالحليل المسؤول عن المرض سائد، لأنه متشابه الاقتران ومصاب، وبالتالي فالحليل المسؤول عن المرض سائد. إذا تلك العلاقة، تلك القاعدة اللي خرجنا من الدرس نظرا لوجود حالة خاصة فهي غير صالحة للاستعمال في هذه الحالة. بل مثلا دائما إذا أعطيت نتائج الهجرة الكهربائية في تمرين معين، فيجب التركيز على نتائج الهجرة الكهربائية من جهة ونتائج شجرة النسب لكي يكون الجواب سليم. إذا الآن سننتقل إلى السؤال الثاني: كيف ينتقل هذا المرض؟ عن طريق صبغيات جنسية أو لا جنسية. إذا الآن سننطلق لنجيب على السؤال الثاني. إذا السؤال الثاني: كيف ينتقل هذا المرض؟ هل عن طريق صبغيات جنسية أو صبغيات لا جنسية؟ إذا السؤال رقم 2: بما أنني حددت في السؤال الأول بأن المرض سائد، إذا حددنا في السؤال الأول بأن المرض سائد، إذا فأفضل طريقة لكي أبين عن كيف ينتقل المرض هو عن طريق الفرضية. إذا غنديرو فرضية. نفترض أن المرض منقول عن طريق، مثلا غنديرو في الأول إيكغيك. نفترض أن المرض منقول عن طريق الصبغي الجنسي إيكغيك. إذا كان المرض منقول على الصبغي الجنسي إيكغيك فإنه يصيب الذكور فقط. ثم نجي: وبما أن المرض يصيب الذكور والإناث فإن الفرضية خاطئة. علاش؟ لأن الأنثى لن تكون لديها المورثة المسؤولة عن المرض، وبما أن المرض يصيب الإناث كذلك إذا فالفرضية خاطئة. ثم نجي إلى الفرضية رقم 2. إذا الفرضية رقم 2 سنفترض بأنه مرتبط ب X. فرضية 2: نفترض أن المرض منقول عن طريق الصبغي الجنسي X. إذا نفترض أن المرض مرتبط ب X. إذا النمط الوراثي لأب مصاب غيكون هو X
grand M Y، وذلك لأن المرض سائد، وبالتالي فهذا الأب سيعطي XM للبنات، للأبناء الإناث منهن، وبالتالي الأنثى يمكن أن تكون XM إذا أعطت لها الأم XM، ويمكن كذلك أن تكون XM X grand M إذا أعطت لها الأم XM، وبالتالي فهي في جميع الأحوال مصابة. إذا كان المرض مرتبط بX فكل أب مصاب جميع بناته بالضرورة سيكون مصابات. إذا كنجي للشجرة ديال النسب، لدي الذكر 2 واحد مصاب، ولديه بنت واحدة وهي مصابة. إذا لهنا الفرضية صحيحة. لكن بالنسبة للفرد الثالث، الفرد واحد من الجيل الثالث هو ذكر مصاب وبنته سليمة، وبالتالي فالفرضية خاطئة. إذا غنكتب الجواب بالطريقة اللي خاصو يتكتب بها في ورقة التحرير. النمط الوراثي لأب مصاب هو XMY، وبالتالي فبناته مصابات بالضرورة لأن المرض سائد، لأن الحليب المسؤول عن المرض سائد. إذا هنا مزيان. وبما أن الذكر اللي قلنا في الشجرة هو 3 واحد، وبما أن الذكر 3 واحد مصاب وبنته اللي الرقم ديالها هو 4 واحد وبنته سليمة، فالفرضية خاطئة. إذا هذا هو الجواب. إذا افترضنا بأنه مرتبط بY، بما أن المرض يصيب الإناث وبالتالي فالفرضية خاطئة، ثم جينا افترضنا بأنه مرتبط بX، إذا حطينا النمط الوراثي ديال الأب مصاب، ولقينا بأن بالضرورة بناته جميعهن سيكونون مصابات. إذا وبما أن الذكر 3 واحد مصاب وبنته سليمة، إذا فالفرضية خاطئة، وبالتالي فالمرض مرتبط بصبغيات لا جنسية. ثم غنمشي نحط هنا المرض منقول لا جنسيا عن طريق صبغيات لا جنسية. إذا وبذلك أكون قد أجبت على السؤال الثاني، كيف ينقل المرض. الآن سننتقل إلى السؤال رقم 3، كيف تفسر مرض الفرد 2 واحد. إذا السؤال رقم 3، إذا الفرد 2 واحد، إذا لابد أن أضع النمط الوراثي لهذا الفرد. بما أنه مصاب، إذا يكون M على M، ولكن إذا كان M على M فخلفه جميعه سيكون مصاب، وبالتالي فهو مختلف الاقتران M على M. إذا غنحطوها M على M أو M على M. وبما أن أحد أفراد خلفه سليم، وبالتالي
فهو مختلف الاقتران، فهو مختلف الاقتران. إذا هذا الفرد النمط الوراثي ديالو هو هذا مختلف الاقتران، أي أنه يحمل الحليل المسؤول عن المرض ويحمل الحليل العادي. إذا هذا هو هذا الفرد، ولكن إذا كان مختلف الاقتران فبالضرورة قد أخذ الحليل المسؤول عن المرض من أحد الأبوين، ولكن أبويه سليمين، لأن لو كان مثلا أحد أبويه يحمل الحليل M لكان مصابا، لأن الحليل المسؤول عن المرض سعيد. إذا الأبوين بالضرورة غيكونوا M على M، أي أنهم متشابه الاقتران بالنسبة للحليل العادي M على M، لأنهم سليمون. لكن هذا الفرد نمطه الوراثي M على M. إذا هذا الفرد لم يأخذ الحليل غران تام من الأبوين، وإنما ظهر لديه. إذا الظاهرة التي تمكن من ظهور حليل جديد لدى فرد معين هي التفسير الوحيد هو حدوث طفرة. إذا تفسير إذا M على M، وبما أن أفراد خلفه سليم فهو مختلف الاقتران، وأبواه سليمان، أي أن هذا الفرد حدثت لديه طفرة أدت إلى إصابته بالمرض. إذن أول فرد في هذه العائلة ظهر لديه المرض هو هذا الفرد. نعيد باش نفهموا مزيان هذا السؤال. إذن لدي هذا الفرد قلنا بأنه مختلف الاقتران لأن لديه خلف سليم، إذن ليس متشابه الاقتران بالنسبة للحليل الممرض، وأبواه سليمان، أي أنهما يحملان نسختين من الحليل العادي، وبالتالي إذا إلى أعطت له الأم غتعطي له الحليل العادي، والأب سيعطيه الحليل العادي، لكن لديه حليل المسؤول عن الإصابة بالمرض، وبالتالي فهذا الحليل لم يأتي عند الآباء إنما ظهر عند هذا الفرد. الظاهرة اللي غنفسر بها ظهور هذا الحليل عند هذا الفرد هي الطفرة. الآن سننتقل إلى السؤال رقم 4. إذا الآن سنجيب على السؤال رقم 4. إذا السؤال رقم 4: ما هو احتمال إصابة الأبناء؟ ما هو احتمال إصابة الأبناء 4 و5 من الجيل الرابع بالمرض؟ إذا السؤال رقم 4. إذا دائما إلا قال لي احتمال الإصابة دائما خصني شبكة التزاوج. إذا باش ندير شبكة التزاوج خاصني نشوف النمط الوراثي ديال الآباء. الفرد النمط الوراثي للفرد 3. إذا هذا الفرد مصاب بما أنه إذا غندير غير هنا مصاب. إذا إلا كان مصاب غيكون M على M أو M على N، أي أنه متشابه الاقتران أو مختلف الاقتران لأن الحليل المسؤول عن المرض سائد. لكن باش يكون M على M يجب أن يأخذ حليل من الأم وحليل من الأب، وبالتالي أمه ستكون مصابة وأبوه سيكون مصاب. أب هذه البنت مصاب لكن الأم سليمة، إذا الأب هو الذي أعطى لها الحليل غران، بينما الأم مختلفة الاقتران متشابهة الاقتران بالنسبة للحليل العادي، إذا غتعطي لها
الحليب M صغيرة، والأب سيعطي لها M كبيرة، وبالتالي ستكون M على M. إذا النمط الوراثي هذا خاطئ، لأن أحد الأبوين فقط هو المصاب كما شرحنا في الشبكة في شجرة النسب، وبالتالي فنمطها الوراثي هو M على M. بالنسبة للفرد 4 أب هؤلاء الذكور، النمط الوراثي للفرد 3 4. إذا بما أنه سليم نمطه بالضرورة سيكون M على N. إذا حددت الأنماط الوراثية، ما بقى لي غير ندير شبكة التزاوج. إذا الأم M على M، والأب والذكر M على M. إذا بالنسبة ثم ندير الأمشاج M بنسبة 100%، والأم ستعطي مشيجين 50% M و 50% غران M. إذا إذا درت الأمشاج يجب أن أضع شبكة التزاوج. إذا شبكة التزاوج المشيج الذكري والأمشاج الأنثوية. إذا الأمشاج الأنثوية 50% M. إذا M على M أو M على M. إذا بالنسبة لهؤلاء الأفراد سيكونون مصابون، هذا مصاب، بينما هؤلاء سليمون. إذا هنا 100%. إذا احتمال الإصابة هو 50%. إذا جاوبنا على الحل، جاوبنا على السؤال رقم 4. احتمال إصابة هؤلاء الأبناء هو 50%. وسنجيب على السؤال رقم 5. إذا دائما كما قلنا إلا قال لي الاحتمال فيجب القيام بتحديد الأنماط الوراثية من أجل تحديد الأمشاج، ثم بعد ذلك وضع شبكة التزاوج. إذا سؤال رقم 5. في حالة زواج الفرد 4-2 مع 5-7 ما هو احتمال إصابة الأبناء؟ إذا بالنسبة للفرد 2 في الجيل الرابع هو فرد سليم. إذا سيكون M على M أو M على M. أنه متشابه الاقتران بالنسبة للحليل الممرض أو مختلف الاقتران، لكن سأسقط عليه نفس ما قمت به بالسؤال الأول. أمه سليمة، إذا ستكون M على M، وأبوه مصاب، إذا هو M على M. إذا الأب سيعطيه الحليب بالضرورة M لكي يكون مصابا، والأم ستعطيه الحليب M، وبالتالي سيكون مختلف الاقتران. إذا هذا غير صحيح. بالنسبة الفرد السابع من الجيل الرابع، إذا هي أنثى سليمة، إذا متشابهة الاقتران بالنسبة للحليل العادي، لأنها لو كانت مختلفة الاقتران لكانت مصابة. إذا نفس الشيء الأمشاج M بنسبة 100%، بينما الفرد 2 سيعطي M بنسبة 50% وغران M بنسبة 50%. إذا ثم سأنجز شبكة التزاوج. إذا M بنسبة 100% و M بنسبة 50%، M بنسبة 50%. إذا الفرد 7 أنثى، إذا الأمشاج الأنثوية، الأمشاج الذكرية. إذا
بعد التقاء الأمشاج في هذه الحالة سيلتقي المشيج غونتيم أو الحليل الممرض مع الحليل العادي. في هذه الحالة الأخرى سيلتقي الحليل العادي مع الحليل العادي. إذن هذا الفرد متشابه الاقتران والحليل المسؤول عن المرض سائد، إذن مظهره الخارجي سيكون غونتيم أي أنه سيكون مصابا، بينما هذا الفرد سيكون سليما. 100% ف50% هي 50% ثم 50%. إذن احتمال الإصابة هو 50%. والسلام عليكم ورحمة الله. ونضرب لكم